استكمالا لفيديو عملناه عن التخصصات الهندسيه كان اكاديمي شويه. المره دي هنكمل عن التخصصات الهندسيه بس بالنسبه لبنود الاعمال. الفيديو ده موجه لمين؟ لو انت عندك قطعه ارض وعندك شقه او بيت متعدد الادوار وعايز تبدا فيه شغل مع مهندس متخصص ومش عارف بالظبط تدور على مين في زحمه الشغل واي حد بيقبل اي حاجه تترمى عليه، فمن خلال الفيديو ده هتبدا تعرف ايه التخصص اللي تدور عليه بالظبط من خلال احتياجاتك انت. اخطاء كتيره جدا ممكن تحصل من بدايه عمليه التصميم انتهاء بالتنفيذ والاستلام، وده طبعا بسبب تعدد الخطوات اللي في كل مرحله واللي في كل بند. اول كلمه سمعناها واحنا في اولى عماره هي ان صاحب البيت مهندس متخصص للخرسانه، وبعدها مهندس متخصص للتصميم المعماري، وبعدها مهندس متخصص لتصميم الديكور. مفيش حد بيعمل كده ومنطقي طبعا، بس مش معنى كده انك تبقى مش عارف التخصصات الموجوده ايه او الشخص اللي انت بتدور عليه عشان يشتغل معاك ده هدفه ايه من الشغل. طبعا كالعاده انا بتكلم في اطار شغلي وهو تصميم المنازل السكنيه الخاصه، وانا خريج قسم العماره. كتير واحنا في بدايه اي شغلانه بندور على حد يعملها لنا، بنبقى عايزين نعرف هو التخصص ده بتاع ايه والتخصص ده بتاع ايه، وليه يبدو ان مفيش اي حد عنده اي حدود واي حد بيعرف يعمل كل حاجه تقريبا. اتاكد من حاجه، اي سوق او اي مجال ملهوش اي محددات واضحه المناطق الرماديه فيه بتكون كبيره جدا واحتمال وجود مغالطه بيبقى كبير جدا. التجربه العامه مع التخصصات الهندسيه قليله شويه، بمعنى اصح مش كل الناس بتقدر تحصل على امتياز ان مهندس متخصص هو اللي يبقى معاهم في بنود الاعمال. هنتكلم عن التخصصات الهندسيه بس طبعا من بعد ما احنا بنستخرج الورق الرسمي اللي هو تصاريح البناء وصلاحيه الموقع وغيره. البنود اللي موجوده عندك هي التصميم والتنفيذ والاستلام، او بمعنى اصح الاشراف. التصميم وده النقاش اللي بيحصل ما بين المهندس المصمم والمالك علشان خاطر يحددوا الخامات ويحددوا الميزانيه اللي هيشتغلوا من خلالها. الاستلام وده ان انت بتتاكد ان كل مرحله اتنفذت طبقا للاشتراطات المتوفره من قبل المهندس المصمم في الاطار الزمني المحدد ليها. التنفيذ وده اللي الدنيا بتبدا تبقى رماديه فيه شويه، بس خلينا نقول بابسط معنى ان التنفيذ هو ازاي ان الخامات بتتركب مع بعضها والمبنى بيشتغل كله مع بعضه كوحده واحده. خلينا الاول نشوف التخصصات دي في المشاريع الكبيره بتبقى عامله ازاي وكل واحد بيمسك انهي بند بالظبط، وبعدين نبدأ نصغر الحجم شوية على مستوى الشقة بتاعتنا أو البيت متعدد الأدوار بتاعنا. وفي الحجم ده من المشاريع بيبقى فيه حاجة اسمها مهندس المالك أو بين القوسين يعني هنقول الاستشاري، وده اللي بيبقى مسؤول عن التصميم وعن استخراج الورق الرسمي، وده يشترط إن هو يبقى حاصل على كارنيه نقابة المهندسين علشان يبقى ليه الحق إن هو يزاول مهنة الهندسة بشكل قانوني، اللي هو بمعنى صح ده اللي بيبقى شغال لصالح المالك بشكل مباشر. بعدين في حاجة اسمها مهندس المقاول، أو ده المهندس اللي بيبقى شغال لصالح المقاول بشكل مباشر. وأنت كعميل مفيش اي احراج انك تسالني هو فين الكارنيه بتاعك، هو انت تخصصك ايه. لازم تبقى عارف، او هو بالمعنى صح مش منطقي اصلا انت تشتغل مع حد وما تبقاش عارف هو التخصص بتاعه ايه بالظبط. وزي ما قلنا مهندس الاستشاري او مهندس المالك ده هو اللي بيبقى بيشتغل لصالح المالك بشكل مباشر، سواء المالك ده كان فرد او شركه. والمكتب الاستشاري ده ممكن يبقى هو المسؤول عن استخراج الورق الرسمي وعن التصميم وعن الاستلام، او ممكن التصميم يبقى جاي للمكتب الاستشاري ده من مكتب تاني مفيش مشاكل. طيب المهندس المصمم ده او المهندس الاستشاري ده ايه دوره بالظبط في المشروع؟ دوره ان هو يتاكد ان الخامات المستخدمه في المشروع هي الخامات المتفق عليها وتم تركيبها في اطار زمني محدد بالطرق المتفق عليها او اللي اتوفرت من قبل المهندس المصمم. وبعدين نفهم ايه دور المهندس المقاول. المهندس المقاول ده بيبقى شغال لصالح المقاول بشكل مباشر. في مقاول رئيسي وفي مقاول من الباطن او المقاول الفرعي. خلينا نقول المقاول الرئيسي هو اللي بيبقى معاه تنفيذ الاعمال بشكل كامل، بعدين بيجيب مقاولين من الباطن عشان ياخدوا بنود محدده مثلا بدل الخرسانات او بند المباني وغيره. طيب مهندس المقاول ده دوره ايه في البنود دي؟ هو شغال لصالح المقاول، فدوره ان هو يتاكد ان الخامات بتستخدم بافضل شكل ليها، وان المهندس الاستشاري لما يجي ويلاقي مشكله يلاقي معاها الحل. طيب امتى يبقى مش شايف شغله صح؟ في حاله المهندس المقاول ده واخد جزء معين من مشروع وكل مره الاستشاري يجي يقول على الحته دي تتشال او الحته دي مش معموله كويس، او كل مره بيبقى يسيب ملاحظات في الجزء ده، ففي الحاله دي المهندس المقاول ده مش شايف شغله صح، بمعنى ان هو مش بيراقب على مقاولين الباطن بشكل مناسب او مش بيتابع معاه الاعمال بشكل منضبط. وطبعا ده جانب واحد بس من الاعمال، لان في حاجه اللي هي مهندسين المكتب، ودول اللي بيبقى في منهم اللي شغال لصالح الاستشاري، ودول اللي بيوفروا الرسومات التنفيذيه ما قبل التنفيذ. اما مهندسين المكتب اللي بيبقوا شغالين لصالح المقاول الرئيسي، دول اللي بيوفروا الرسومات كما تم تنفيذه، او ان هم بمعنى اصح بيعملوا اعاده رسم للحاجات اللي اتنفذت بالفعل ويبعتوها للاستشاري عشان يعتمدها.
وطبعا المقاول ده عشان نبقى صراحه يعني لا يشترط ان هو يبقى مهندس او يعني للموضوع ده غير حاصل على اي شهاده، ممكن يبقى مش بيعرف ويكتب ويقرا اصلا. طبعا يعني عشان ما يبقاش محدود في الشغل لازم يبقى بيعرف يقرا ويكتب ويعني حاصل على درجه معينه من اي شهاده من اي كليه. بس الاشتراطات ان انت تشتغل مقاول ان انت بيبقى معاك سجل ضريبي وبطاقه ضريبيه. طب انت كواحد عايز تعمل شقه او عايز تعمل بيت متعدد الادوار مثلا، ايه يهمك في كل الدوشه دي؟ اللي يهمك ان انت لازم تبقى عارف المهندس اللي انت هتجيبه بيبقى شغال ايه في المشروع بالظبط، شغال تصميم واستلام ولا معاه جزء التنفيذ. بمعنى اصح مش من المفترض ان المهندس اللي بيبقى مسؤول معاك عن التصميم والاستلام يبقى هو اللي مسؤول عن التنفيذ. المفروض ان هو بيبقى بيراقب على التنفيذ وبيتاكد ان التنفيذ شغال بانسب شكل ممكن واصح شكل ممكن بالنسبه للتصميمات اللي هو عملها واللي هو وفرها. لكن في احيانا كتيره جدا بيبقى المالك صعب عليه جدا ان هو يبقى موجود ويبقى بيتواصل بشكل شخصي مع كل صنايعي او كل مقاول بتاع كل بند في البيت. فدي حاجه برضو ممكن توكل للمهندس المصمم، بس ما يبقاش فيه تعاملات ماديه ما بين المهندس المصمم وجهه التنفيذ سواء كان المقاول او الصنايعي او غيره. وده علشان انت كمالك تبقى متاكد ان الحاجه اللي بتتنفذ صح، والحاجه اللي بتتصمم طبقا للمواصفات اللي اتوفرت ليك من قبل المصمم ده من الاول. لكن للاسف ان انت اللي بيبقى موجود بتلاقي نفس المهندس المصمم هو اللي بينفذ وهو اللي بيستلم. وخلينا واقعيين مفيش اي حاجه منظمه في الحاجات اللي احنا بنشوفها حوالينا. ده المبدا اللي احنا هنسيبه هنا وكأننا ما قلتش حاجه. لكن انت كمالك وكشخص عايز تعمل بيتك باحسن شكل ممكن، انت لما بتشتري عربيه بتدور على توكيل واثنين وتشوف العربيه اللي لها قطع غير متوفره وتشوف التليفون الانسب والمكان الافضل اللي هتشتري منه الحاجات دي. مع ان العربيه انت ممكن تغيرها كل 5 سنين، التليفون ممكن تغيره كل سنه. لكن البيت ده انت بتحط فيه جزء كبير جدا من مدخراتك واستثمارك، وكمان انت ممكن تعمل البيت ده مره واحده بس في العمر. فلازم في المره دي تحرص ان هو بيتعمل بشكل مناسب. ما ينفعش جهه التصميم والاستلام تبقى هي جهه التنفيذ. حتى لو دي حالات موجوده وكتيره جدا مش معنى كده ان ده صح او ان ده سليم. التصميم والاستلام بيبقوا ماشيين بشكل متوازي مع التنفيذ، لكن ما ينفعش ابدا المصمم يبقى هو المنفذ. واتمنى الفيديو يكون قدم صوره واضحه ليكم، وما تنساش تشترك وتدوس لايك وتسيب تعليق لو في حاجه معينه حابب تشوفها في المرات اللي جايه.